قصتي بدات مني تهمني راجلي بالخيانه وقال لي بلي انتي خائنه وما كتسوايش وبزاف عليك تكوني مرتي. وهذا الشيء كامل حين تحصلني في المقبره. وقبل ما نقول لكم اشنو حصلني كندير في المقبره، غادي نبدا لكم قصتي من الاول. فاش كنت عندي 17 عام وكنت مازال كنقرا، كنت كنبغي واحد السيد ساكن معنا في نفس الحومه اللي حنا كنا ساكنين فيها، ولكن ما كنتش كنتلاقى انا وياه، كنت كنهضر انا وياه غير في الفيسبوك، حيت كان ديما كيشوفني غدا جايه للمدرسه وكنت كنعجبو وحتى هو كان كيعجبني. ومن موراها صيفط لي طلب صداقه في الفيسبوك وبقينا كنهضروا ودرنا علاقه، ولكن ما عمرنا ما تلاقينا حيت كان الوالد ديالي صعيب، اخوتي حتى هما كانوا الا كانوا عرفوني عندي علاقه معاه غادي يقتلوني. وكنت كنشوفه غير من بعيد ملي كنكون غادا للمدرسه وما كنزعمش انني نوقف معاه، كنت كنخاف شي واحد يشوفني ويقولها لبا اولا يقولها لخوتي. صافي داكشي باش كنا غير كنشوفوا بعضياتنا هكا الا كنت خارجه للمدرسه وصافي، كيف ما تيقولوا شوفيا نشوف فيك طاجين الحوت. صافي بقينا بحال هكاك. صافي حتى نهار اللي قال لي انا ما بقيتش قادر نصبر وصافي غادي نجي لداركم. ما تخيلوش شحال فرحت، كنت غادي نموت بالفرحه. وفعلا داكشي اللي كان، هو مشى قالها لدارهم والوالد ديالو جا هضر مع الوالد ديالي وقال ليه بلي ولدو شافني وعجبته وبغى يتزوج بيا. الاب ديالي قال لي نتشاور مع البنت الا كانت موافقه ما نزيدكم غير الخير. وكيف ما قلت لكم حنا كنا ساكنين في حومه وحده، الوالد ديالي كان كيعرف باه وكيعرفو حتى هو. جا عندي با وقالها ليا وبدون تردد قلت ليه موافقه. بقى با كيضحك وقال لي هي كتعرفيه؟ قلت ليه لا ما كنعرفوش ولكن انا موافقه. قال لي راكي، قال لي راكي مازال صغيره ومازال كتقراي ومازال يلا عندك 17 عام. قلت له با انا كاع ما كنقراش قرايه، بغيت نتزوج ونجلس في الدار. قال لي على خاطرك، اصلا السيد مزيان وبا حتى هو الله يعمرها دار والدري خدام وكل شي فيه هو هذاك، يعني ما فيه ما يتعب وكيصلي وما نبليش. وإلا بغيتيها بنتي انا راه ما نزيدكم غير الخير. صافي قالها لمي، مي ما بغاتش، قالت ليه باقا صغيره تكمل قريتها هذا. قال لها صافي الا كانت هي باغا ما عندك ما تقولي لها وخليها على خاطرها. قال لي صافي ان شاء الله تكمل 18 عام وتشد الباك ديالها وراه غادي تزوجوا، وإلا كانت بغات تكمل قرايتها مورا الباك تقرا، الا ما كانتش باغا تجلس في الدار. المهم حياتها هذيك تدبر راسها. ايوا صافي الوالده ديالي اقتنعت به، ولكن قالت لي واخا تزوجي به ما تفرطش في قرايتك وكملي بعدا غير قرايتك. وانا كنت كنقول لها غير واخا كنت عارفه راسي ما قاريه ما مزمره، اصلا انا ما كانش عندي مع القرايه وحياتي كامله وانا كنحلم نتزوج، عارفه راسي ما مطفراه. ايوا صافي با عيط ليهم وقال لهم بلي انا موافقه ومرحبا بكم. وفعلا داكشي اللي كان، جاو عندنا والصراحه كبروا بيا ما خلاو ما جابوا ليا، وحتى حنا كبرنا بهم بداكشي اللي قسم الله. وصراحه كان اسعد نهار في حياتي، كنت فرحانه لواحد الدرجه ما كتصورش. الفرحه كانت باينه ليا في عينيا كانوا كيبريو، وحتى با كان فرحان. ايوا طلع هذاك النهار غزال تبارك الله، والحمد لله كاع الامور تيسرات وكل شيء كان فرحان. واتفقنا مورا ما نشد الباك ديالي غادي ندير العرس ان شاء الله. والحمد لله شديت الباك ديالي، واخا ما شديتوش بشي نقطه وشديته بمقبول، حيت كيف ما قلت لكم انا راه ما كنقراش شي قرايه نيت ودماغي ما كانش اصلا مع القرايه، يعني كل التفكير ديالي كنت غير باغا نتزوج ونجلس وصافي، وكنت كنتسنى غير النهار فاش نتزوج. ومن موراها درنا العرس ديالنا. داز واحد العرس ما نعاودش لكم، داز غزال تبارك الله، طلع داكشي يا سلام. واخا كان عرس زعما غير صغير غير العائله ديالي والعائله ديالو، ولكن طلع داكشي زويون تبارك الله وكل شيء عجبو هذاك العرس. درناه في الحومه اللي كنا ساكنين فيها، كان واحد العرس بسيط ولكن كل شيء كان ناشط وكل شيء كان فرحان. ومن موراها مشيت انا وياه لدارنا، كرينا واحد الدويره على قدنا وسكننا فيها ودوزت معاه احسن يامات في حياتي. اش غادي نقول لكم، من اطيب خلق الله، كنحمد سيدي ربي عليه وكنشكره، وكان حنين بزاف لواحد الدرجه ما كتصوروش. ما عمرو ما عايرني ولا نقص مني ولا قلق لي ولا حتى حاجه، وخصوصا انني ما كنت كنعرف نطيب، ما كنت كنعرف ندير حتى حاجه، حيت كنت غير من المدرسه للدار من الدار للمدرسه، ما تعلمت حتى حاجه في الدار، ما علمتني مي حتى حاجه.
وهو مسكين كان كيعاونني في كل شيء، كيعاونني في شغل الدار كامل، حتى فاش كنكون كنصبن، وحتى في الطياب. وحتى الوالده ديالو كانت ظريفه والله يعمرها دار، وكانت كتعلمني نطيب، وكانت صراحه كتعامل معايا بحال بنتها. بقات معايا حتى تعلمت، وشويه شويه هكا من اليوتيوب. كتعرفوا اليوتيوب ما زعما اللي بغيتيها تلقايها فيه ما شاء الله، يعني اي حاجه بغيتي تعلميها كتلقايها فيه، وما كيخلي حتى حاجه. هاد الوقت شي وحده ما معلماش، يعني كلشي كيتعلم لكلشي. وكنت فرحانه به، وكنت كنحس بلي هذه هي الدنيا وما فيها. وحتى والديا كانوا فرحانين به، وفرحانين بالمعامله اللي كان كيتعامل معايا بها. وكلشي العائله ديالي وبنات خالتي كيقولوا لي سعداتك به، كيقولوا لي واخا تكوني ساحره ليه ما غاديش يبغيك بحال هكا، وما غاديش يتعامل معاك بحال هكا. ولكن الحمد لله كان كلشي ديال الله. ونهار على نهار الحب ديالي ليه كيكبر، حتى النهار اللي غادي توقع فيه الفاجعه وغادي تبدل حياتنا، وغادي تبدل 180 درجه للأسوأ. واحد النهار المشؤوم كان مسافر هو وصاحبه باش يجيب شي سلعه، وتما غادي يدير كسيده، وغادي يجيني خبارو باللي مات صاحبه. واخا كانت الحاله ديالو خطيره ولكن قدروا يعتقوه، ولكن رجلي انا مات. وما تخيلوش كيفاش استقبلت الخبر ديال الموت ديالو. كنت غادي نحماق، ودخلت في واحد الحاله ديال الاكتئاب، ما قدرتش نتقبل انه مات. وكنت كنحس بحال انه مازال معايا وكاين حدايا، وكنت دائما كنحس باللي غادي يحل الباب وغادي يدخل عندي، وباللي غادي يقول لي باللي ما ماتش، وباللي هادشي كامل كان غير كذوب. عقلي ما بقاش كيتقبل ليا باللي صافي ما بقيتش غادا نشوفه، وانه ما بقاش معايا. واخا كان كيوعدني بلي انه ديما غادي يبقى معايا وما عمره غادي يخليني شي نهار، ومازال ما درت انا وياه حتى شي حاجه. كنا مخططين لحياتنا اننا كنا غادي نديرو وليدات، غادي نولدو بنيه وليد، وغادي نسميوهم حنان ولؤي. مازال ما درنا والو. علاش مشى وخلاني؟ صافي ما قدرتش نتقبل نهائيا الفكره. وكيفاش كنقول كيفاش هو مات وباقي شاب، باقي صغير. وكان الوالدين ديالي وديالو كيقولوا لي راه الموتى بنتي ما كتختار لا صغير لا كبير. هو جا الاجل ديالو ومات، وبقيت على هذاك الحال وما قدرتش انني ننساه. وهو الصراحه ما عمرني ما سمعت منه شي كلمه ديال العيب، ما عمرو عايرني، ما عمرو حتى هز عليا صوته. كان حنين فيا الصراحه. كيفاش غادي ننسى واحد الانسان بحاله؟ صافي بقيت مده على هذاك الحال، دائما كنعس وانا كنبكي، ونفيق وانا كنبكي، وديما التصويره ديالو حدايا. حتى لواحد النهار اللي حلمت به قال لي صافي ما تبقيش تبكي عليا، راكي كتعذبيني. فقت هذاك النهار مخلوعه، وحسيت بلي راه بصح شفتو. سولت امي وعاودت لي هذاك الشيء اللي شفت، وقالت لي راه بصح ما خاصنيش باقي نبكي عليه، وان الناس كيقولوا والله اعلم ان اي انسان مات كنتي كتبكي عليه بزاف راه كيتعذب في القبر ديالو. وتما قررت انني صافي ما نبقاش نبكي عليه، ونتقبل انه مات، ونبقى ندعي ليه بالرحمه. ومره كنت كنمشي نزورو في قبره، ودازت واحد المده، وكان دائما كيتقدموا لي الخطاب. وحتى انا ديك الوقت كنت مازال صغيره. وفاش مات راجلي كان خلاني يلا عندي 20 عام. كيجيوني الخطاب بزاف، ودائما الوالد ديالي كان كيقول لي باش نتزوج، باش نعاود نتزوج، وباللي انا مازال صغيره ومازال نقدر نتزوج ونكون اسره، وباللي راه ما يمكنش غادي نوقف حياتي حيت هو مات. هو مات الله يرحمه، وانا باقا عايشه، والحياه كتستمر وما كتوقفش على واحد. ولكن انا ما كنتش كنتقبل هاد الهضره. كيفاش انني غادي نتزوج شي راجل من غيره؟ وكيفاش غادي نعيش مع شي راجل من غيره؟ وكيفاش غادي نولد مع شي راجل اخر من غيره؟ ولكن امي وبا كانوا كيضغطوا عليا بزاف، وخصوصا نهار اللي جا واحد السيد وقالوا لي بلي ما فيه ما يتعب، وقالوا لي والو خاصك تزوجي به، وصافي خاصك تنساي اللي فات، وتقبلي ان راجلك صافي مات وما بقاش معانا، وخاص الحياه ديالك تستمر. ومن بعد اقناع كبير منهم صافي وافقت، لعل وعسى انني نخرج من ديك الحاله اللي كنت فيها، وربما شي نهار نقدر نكمل حياتي ونكون واحد الاسره جديده. مهم هي هذيك، تلاقيت مع داك السيد وحاولت انني ما نبينش ليه،
ونتقبل فكرة أنه غادي يكون راجلي المستقبلي. وحاولت أنني نضغط على راسي ونتقبله، وفعلا من موراها تزوجنا. وما نكذبش عليكم، واخا تزوجت به كنت كنحس براسي جسد بدون روح. واخا هو واحد الانسان اللي طيب وكيتعامل معايا مزيان، ولكن انا صراحه مازال ما تقبلتوش في حياتي. وكنت دائما كنقارن بينه وبين رجلي الاول. واخا حاولت ما امكن انني نتقبل حياتي جديده، ولكن بيني وبينكم ما قدرتش. وهو صراحه لاحظ بزاف ديال المرات هادشي، وكيقول لي بلي كيحس بيا دائما بلي انا بعيده عليه، وبلي انا ما باغياش. واخا كنت دائما كنقول ليه لا وهذا الشيء راه ما كاينش، ولكن دائما كيقول لي بلا ما تكذبي على راسك وتكذبي عليا، انتي باقا كتبغي راجلك الاول. كنقول ليه كيفاش غادي نبغيه، هو راه صافي مات مشى عند الله، صافي راه ما بقاش معانا. واش انت كتغير من واحد الانسان اللي هو ميت؟ كيقول لي لا، انتي باقا كتبغيه وكتفكري فيه. واخا كنحاول انني نبدل ليه هاد الفكره من راسو، ولكن هو مقتنع بها. صافي بقينا بحال هكاك واحد المده كنحاول ما امكن باش انني نحسن العلاقه ديالي معاه، وباش ما نظلموش معايا. ودازت الايام حتى النهار اللي غادي يحصلني في المقبره. انا الصراحه كنت دائما من الجمعه للجمعه كنت كنمشي نزور راجلي القديم. كنت دائما كنحس باللي هو محتاج ليا، وحتى انا كنت كنحس باللي محتاجه ليه ومحتاجه نجمع معاه ونهضر معاه ونفضفض ليه. ايوا في داك النهار ماما صاحبه راجلي كانت ماتت، وراجلي مشاو معاهم باش يدفنوها. وتما غادي يشوفني في المقبره حدا القبر ديال راجلي الاول. ايوا خلى هذيك المراه اللي كتدفن وجا لعندي، وبقينا مدابزين انا وياه. الناس اللي كانوا تما ما فهموا والو. مشينا للدار واتهمني بالخيانه، وقال لي بلي انا كنخونو، وباللي باقا كنبغي راجلي الاول. حاولت انني نقنعه ونقول ليه بلي انا راه ديما كنمشي. وقال لي علاش ما قلتيهاش ليا، وعلاش ما قلتيش ليا بلي دائما كتمشي وما عندكش الحق انك تمشي تزوريه. انا كنت كنحاول نشرح ليه ونقول ليه بلي راه هو كان واحد الانسان مزيان معايا والله يعمر هذا، وانا غير كنمشي نزورو ونترحم عليه وما فيها باس. راه في الاول والاخير كانت بيناتنا عشرة وما فيها حتى شي حاجه. قلت ليه كاين فرق ما بين الخيانه وما بين الوفاء، وانا فقط وفيه للذكرى ديال واحد الانسان اللي ما شفت منه غير الخير، وكنمشي نزورو غير وفاء مني وماشي خيانه. هو يقول لي لا انتي خائنه، بحال كاع العيالات اللي كيخونوا رجالهم. قال لي انتي باقا كتبغيه وما عمرك ما بغيتيني، وكتظلميني معاك بحال هكا، وانا ما درت معاك باش تبغيني. وعلاش تزوجتي بيا اصلا وانتي مازال كتبغيه؟ قلت له الله يهديك، واش انت غادي تغير من واحد الانسان اللي ميت اللي صافي مشى عند الله وما بقاش معانا؟ قال لي واخا مات وانا راه ماشي كنغير منه. وقال لي انا هادشي ما مسلكنيش، وما يمكنش انني غنبقى معاك وانتي مازال كتبغي واحد اخر وباقا متعلقه به. وعيد صراحه ما نهضر معاه وما نشرح ليه باللي انا فقط وفيه للذكرى ديالو، وباللي ما كنخونوش. وحتى العائلات ديالي تدخلوا وكانوا كيحاولوا يشرحوا ليه، ولكن هو قال لهم صافي ما بقيتش غادي نرجع معاه حتى تولي كتبغيني. ما عرفش انا كيفاش بغاني نبغيه بين عشية وضحاها. بحال انا عندي واحد البوطون غادي نورك عليه وغادي نولي كنبغيه. ايوا هذا هو الشرط ديالو. قال لي ما غادي نرجع معاك حتى تولي كتبغيني. وصراحه دابا انا ما عرفتش اشنو ندير، وبغيتكم نتوما اللي تقولوا لي واش بصح انا خائنه وما عنديش الحق انني نزور راجلي القديم، ولا انا اللي على حق وراجلي هو اللي غلط. كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم، وكنتمنى انكم تعطوني شي نصيحه. وهنا كتوصل القصه ديالنا النهايه ديالها. وما تنساوش انكم تخليوا الراي ديالكم لصاحبه القصه، وما تنساوش واحد اللايك والاشتراك في القناه. نشوفكم في قصه جديده ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله. قصتي بدات.